متابعين متواصلين معكم طبعا كما قلنا لكم. البراعم مواليد 2002 كان حصلنا عليكم طبعا كما قلنا لكم. البراعم مواليد 2002 كان متابعين متواصلين معكم طبعا كما قلنا لكم. البراعم مواليد 2002 كان حصلنا على بطولة كأس الخليج. كان أميز لاعب في ذيك السنة في سنة 2002 لاعب صالح المحمدي، كان لاعب نادي الأهلي ولاعب المنتخب سابقا. طبعا هو مدرب منتخب البراعم مواليد 2002 جبنا كأس الخليج بصناعة هدف جميل ورائع من كابتن. أول شيء نرحب فيه في قناة رياضة الأحياء. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيكم وأتشرف بوجودكم بعمل مقابلة مع قناتكم وحياكم الله. شرفتنا كابتن. كابتن الشباب مواليد 2002 كان سنة مميزة، عام لك مميز. كيف شايف الشباب؟ الحمد لله، يعني 2002 هذا قدرنا نفرح الوطن في هذا العام ونحصل فيه على كأس الخليج. وطبعا احنا الآن بندرب مواليد فئة 2002 الفئة البراعم. طبعا الحمد لله يعني استعدادات وعندنا مواهب ولله الحمد، يعني نتنبأ لها الشيء الكبير في المستقبل. الكرة السعودية تحتاج إلى الصقل الجيد، تحتاج إلى الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لكي يكون العمل إن شاء الله بشكل احترافي مميز، ونقدر نقدم حاجة ومواهب إن شاء الله تخدم الوطن في المستقبل بإذن الله. كابتن وأنت لاعب دولي سابق مع البراعم، ممكن يسهل عليك التعامل مع اللاعبين بأنك لاعب دولي سابق وتعاملك معهم بتوجيهات، تحكي لهم القصص اللي مرت عليكم، حب الوطن في الفنيلة الخضراء وأنت تتكلم مع اللاعبين. أكيد ما في شك، إحنا نحاول نسخر كل جهودنا وطاقتنا يعني والخبرة اللي عندنا نوصلها للاعبين، سواء كانت ميدانية داخل الميدان من ناحية الأمور الفنية أو خارج الميدان من ناحية الأمور السلوكية والأخلاقية وتشريف الوطن خير التمثيل. الاهتمام ومعرفة قيمة شعار الوطن وتمثيل الوطن. لازم اللاعب يكون يعني ملم بجميع الجوانب. تقدر تصقل اللاعب من ناحية فنية داخل الميدان، نحاول انه نمرنهم على الاشياء المهارية والاشياء التكتيكية اللي تخدمهم داخل الميدان. نحاول ان نصحح مسارهم ونطورهم داخل الميدان. ايضا خارج الميدان نحاول نوصل لهم بعض الامور اللي تساعدهم على التركيز على الجوانب النفسية لكي يظهروا بافضل صورة ويمثلوا الوطن خير تمثيل. بإذن الله بما أنكم على رأس الجهاز الفني فإحنا نثق كل الثقة بأنهم بإذن الله سيمثلون الوطن. السنة الماضية حققتم الدور المركز ال15، السنة هذه الطموح أكبر بإذن الله. أكيد احنا رغم الفترة القصيرة يعني اللي الإعدادية للفرقة، لكن إن شاء الله أننا متفائلين بالمجموعة طيبة، مواهب يعني إن شاء الله أنها تقدم صورة طيبة للوطن ونظهر مظهر لائق ونشرف فيه الكرة السعودية بإذن الله. كابتن كلمة ختامية لمتابعينكم ومشاهدينكم ومحبين وعشاق صالح المحمدي، خاصة على أعتاب دورة الخليج القادم بإذن الله. أقول لهم يعني أرحب فيهم وأقول لهم ادعوا لي شخصيا بالتوفيق وبالمجال الجديد، وإن شاء الله بإذن الله أن المنتخب السعودي هذه يمكن ثاني مشاركة في الوطن. حققنا آخر مشاركة في الوطن وإن شاء الله نحقق برضو المشاركة هذه ونفرح فيها الوطن ونفرح فيها الشباب والنجوم المنتخب، يفرح فيها الجماهير السعودية. وأحب أشكر كل من يعني اهتم وحريص على مشاهدة صالح المحمدي ومعرفة أخباره، وأقول لهم أطلب منكم الدعاء ولي بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله. كابتن ونختم مع الابتسامة الحلوة. شكرا، الله يعطيك العافية. شكرا كابتن. الله يعطيك العافية. سامحني كابتن.